يا مرحبا، تحياتي لكم. طبعا وصفة اليوم راح تكون هي التمن جزر او تمن بالجزر. تمن بالجزر نفس الشيء. المهم انا هنا عندي جزر سلكته، بعدين خليته على صفحة برد، وهسه رجعت خليته هنا وضفت له عليه مي. فبس مجرد انه يفور راح ابدي اضيف عليه التمن. طبعا هسه راح اخلي كمية من الملح، بدا يفور المي. هذا الملح طبعا شنو هو؟ يساعد على غليان المي، على فوران المي. يفور يابا يفور. ما بدا يفور راح ننزل عليه التمن. جيد عيوني. هسه راح نبدي نقلب تمن والجزر سوية حتى يتوزعن بشكل صحيح. بالمناسبة كو يحبون يسوون مثلا بالدجاج او باللحم، يعني يسلقون التمن والجزر بمي اللحم او مي الدجاج. لكن انا اليوم حبيت اسوي دايت على طلب المتابعين، هو يطلبون انه اكلات دايت، فراح اسوي بهذا النظام، نظام الدايت. انا زبدة حيوانية راح احمس بيها البصل والشبنت. راح ننزل الشبنت. بالمناسبة أنا استخدمت يعني دهن حر وزبدة حيوانية، بس على مود إنه يعطيني طعم طيب، يعني النكهة تكون طيبة. إيش راح ننزلهن هنا؟ طبعا ليش راح انزلهن هنا أثناء السلق؟ أكو بيهم مثلا ما يثق، يقول لك شنو دهن حر وأنا مسوي دايت. الدهن الحر أفضل شيء للدايت. أما المتخوف من عنده فبهاي الطريقة بعد ما نبزله راح يتخلص من كمية الدهون الموجودة هنا. طبعا راح أسويكم إضافة، هاي الإضافة تبقى اختيارية، بس متأكد راح تطلع طيبة وراح تعجبكم. هي الحمص المسلوق اللي هو الحمص اللبلبي، رهيب. طعم البصل والشبن هذا شنو يعني الغاية من عنده انه تحصلون على البروتينات الموجودة بالبقوليات ومن عندها الحمص. فهاي الإضافة اختيارية، يعني ما تقدرون تسووها أساسية 100%، بس أنا متأكد راح تطلع رهيبة. راح نضيف له كمون طبعا، ونضيف له بابريكا. هذا البابريكا، الناس اللي يعشقون هاي الأمور، البابريكا والكمون والحمص يطلع رهيب. طبعا هسه استوى، اذا تشوفون شوفوا الحباية طويلة ما طولت. طبعا بودي اذكر نوعية التمن، بس ما راح اذكرها لسبب انه من اجي اذكر نوعية اي تمن او اي نوع من البقوليات، اغلب المتابعين ايش عبانهم هذا اعلان، بحيث ما يتفاعلوا ويا الفيديو. ما اعرف ليش هذا يعني اللي بقلبهم شنو، بحيث من يشوفون واحد مسوي اعلان ما يتفاعلون، يعني ما يحبون رزق غيرهم، ما اعرف. فلذلك انا ما راح اذكر اسم التمن بصراحه، بس تمن رهيب. من لحد ما تجي الشركه تسوي اعلان اذكر لكم اسم التمن. طبعا هسه خليته على التهدير، راح اتركه يتهدر لحد ما يستوي ويصير مضبوط. هاي هنا طبعا شوفوا الفضائح والجرائم مالتي، وصفته للطباخ، يعني تلاص الامور. فالمهم هذا هسه كملت الحمص. هاي الحمص تريدون تضيفوه ويا التمن تخلطوه، او تخلوه بكاسه على صفحه، اللي يريد او اللي يحب يخلي من عنده. طبعا هي كتجربه، انا قعدت هيك ويا خيالي قلت راح يطلع طيب، فراح اجربه اليوم واشوف انه اذا طعمه طيب اقول لكم بكل امانه انه طعمه طيب او لا. شوف الطباخ، دمرت للطباخ. ناصت الامور، ادري دا اطبخ دا البخ. شكرا. وهسه كمل الفيديو، كملت الوصفة صارت جاهزة. هذا تمن جزر هنا، هذا الحمص اللي شوحناه اللي هو اللبلب، الحمص المسلوق. أيضا هنا عندي لهانة والشوندر المبروش يكون ني طبعا بدون سلق، وأيضا عليه المعدنوس والشغلات الباقية مثل النارنج والعصير والأمور. وهنا أيضا عندي الشوندر يكون مسلوق فقط. تضيفون عليه نارنج أو ليمون حسب الرغبة أو خل، أي شيء تحبوه. هاي وجبة دايت متكاملة، يعني وجبة دايت ووراها جود نايت، يعني راح تكون مضبوطة 100%. أتمنى إن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو. و شغلات اللي ما سووها هي اللايك والشير، أي لايك وشير دائما بخيلين بي، ومتابعة للصفحة هماتين، دعوة أصدقائكم هماتين. هذا فيديو مال عتاب آخر شيء. يلا تحياتي لكم، مع السلامة.